السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم منى امين. النهاردة هنعمل وصفة حلوة جدا. ناس كتيرة بتعملها، ساعات ممكن الرز يعجن شوية، ساعات ما يستويش. في الفيديو ده كل التفاصيل عن الرز البسمتي، بياخد قد ايه مية مع الخضار بقى، وبنعمل الخضار بطريقة جميلة جدا. بصوا، الرز مفلفل وجميل وريحته روعة الروعة. اللهم بارك، ما خدش مني وقت. طبعا لو عندك عزومه بتعملي سرفيس كبير من السرفيس ده، تعالوا نشوف عملناه بكل سهوله ازاي. وهنا نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونخش على مقاديرنا سهله جدا وبسيطه وسهله جدا. البصل ده اللي كنت مخزناه معاكم قبل رمضان، هتلاقوا طريقته ايه على القناه هنا. معايا ايه؟ الرز البسمتي ما بيتعملش بسمنه، بيتعمل بزيت. نزلت بشويه زيت وحطيت البصلايه مش عايزينها تتحرق، عايزينها تصفر كده، تاخد لون اصفر. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. ودي التوابل اللي انا هحتاجها. معايا كركم وفلفل اسود وملح وشوية قرفة ناعمة او خشب لو متاح، وورق لورا وواحدة حبهان. لازم نفتح الحبهان كده، ما نحطوش سليم. ومعايا هنا برضو كنت مخزناها معاكم. معايا بسلة متفرزة في الفريزر، شوية هم لسه مطلعوهم. تعالوا نشوف هنعمل فيهم ايه عشان نحطهم على البصل قبل الرز. تعالوا نشوف كده في تكات وحركات عشان يطلع معاك الرز مفلفل وجميل بالبسلة والجزر. وهنا البصلاية خدت لون. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بالبسلة والجزر وهنقلب. لازم تاخد تشويحه كده، هما نيين، انا ما سلقتهمش. هقولك ايه ليه دلوقتي هنعمل ايه. عشان قبل ما نحط الرز، عشان تبقى الخضار بتاعي مستوي. نديهم تشويحه كده ونحط عليهم التوابل. هنزل بالتوابل كده ونقلب. زي ما انتوا شايفين الريحه تحفه جدا. وهنحط حاجه تانية بقى عشان ايه؟ تدينا تيست حلو. هنحط معلقه صلصه. طب انت كده ده هيقلب طبيخ؟ لا خالص، هي هتختفي مع المكونات، بس هتدي تيست تحفه جدا. زي ما انتوا شايفين انا بشوح عشان الخضار يبقى ليه طعم، ما يبقاش مسلوق كده في ميه لوحده كده، وما يبقاش ليه طعم ولا توابل ولا واخد من ريحه التوابل اللي حاطينها للرز. عايزه تضيفي هنا مكعب مرق تمام، عايزه شوربه ماشي، عايزه ميه سخنه مفيش مشكله. انا هحط ميه سخنه قد ربع كوبايه كده، تمام، وهسيبهم يغلوا. وبعد كده هننزل بالرز. وهنا بعد ربع ساعة هي ابتدت تدخل على التسوية، هي هتكمل بقى سواها مع الرز. هنحط الرز دلوقتي. هنا حطينا الرز زي ما انتوا شايفين، هنقلب برضو. الريحة مش قادرة اقولك. ويا بقى لو في ليمونة ناشفة اللي هي السودا دي، بس انا ايه مش عندي، هتبقى طعمها تحفة. وهنشوفه برضو مع بعض في اخر الفيديو وفي اول الفيديو. هنشوف التفاصيل والفلفلة بتاعت الرز والتكات والحركات اللي احنا بنعملها عشان نفسك في الاكل والتوابل والكلام ده يبقى طعمه حلو. هنا انا معايا كوبايتين رز. الرز البسمتي بياخد يعني كوباية الرز بتاخد كوبايتين مية، تمام. فانا هحط ايه 4 كوبايات. وطبعا في شوية حاطينهم، انا عارفة المعدل بتاعي قد ايه. في حبة حاطينهم مع البسلة، فهو ده المعدل بتاعي المظبوط. هنقلب كده ونسيبهم يغلوا، وبعد كده نهدي النار عليهم لحد ما الرز يتشرب ويستوي. وهنا ابتدى يغلي، هوطي النار عليه خالص واغطيه ونشوفه لما يستوي. وهنا بعد ما الرز استوى، اللهم بارك، شايفين الجمال؟ قرب لكم الكاميرا ده كده، الكاميرا كمان ظلموه. بصوا الجمال والحلاوه، ولا الريحه مش قادره اقولك. بصي الفلفله تحفه جدا، الريحه تحفه، والخضار استوى والرز مفلفل زي ما انتم شايفين.
السرفيس ده ما بنقدرش نستغنى عنه. لو عندك عزومة تقدري بقى انت ايه تزودي حاجات فيه، قطع ممكن فراخ صغيرة، ممكن كبد وقوانص مثلا. بس انا يعني الكبد والقوانص بعملها مع الرز لوحده من غير خضار، يعني رز بسمتي بالكبد والقوانص بس. تمام. جربوه بنفس الطريقة وان شاء الله يعجبكم. لو اول مرة تشوفيني دوسي لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو انتي موجودة عندي في القناة نوريني واعملي لي كومنت كويس عشان يدوم التواصل بينا، وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات حلوة كتير. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.